يا در الدويلة والمخزن حشالكم عمي تبان. قولوا لي برك. مشاكل اللي درتهم لنا كامل بداو يطفاو. شوفوا الدبلوماسية كيف تاعنا تخدم في صمت. المشكل تاع حلف دول الساحل راهو مراكل. رئيس تاع النيجر راهو لهنا، وزير الطاقة تاعنا راهو في بوركينا فاسو، نقاريو زيارة تاع الرئيس تاع بوركينا فاسو. المالي اوتوماتيكمون كي دخلوا هذوك الزوج معنا في الخط، الاخرى ثانية راح تمشي ما عندهاش حل. الانبوب تاع الغاز، الرئيس تاعنا قالكم نشربوا الماء ونكملوا الشطر الاخير اللي راهو في النيجر. يعني تاع نيجيريا مريقل، تاع الجزائر مريقل، بقالنا تاع النيجر نزيدو نخدمو. يعني سي بون، خدت الانبوب بزايدكم ما تكذبوا على الشعب تاعكم. رسمتوا لهم باقلام التلوين، درتوا لهم انبوب يفوت هاك على القاره مئات الالاف ان لم نقل ملايين الكيلومترات. يعني هذا مشروع راكم منكم بصح. يا درا دفعتكم الامارات، قالت لكم بلي انا نمولوا وانتم غير رجلي وانتم نشعلوا الدنيا وديروا لهم المشاكل هنا وليه ولتيونا مهم تريب الجزائر. يا ربي يا ربي كيف دخلوا لكم تبون عشاء لكم. والله ربي يجيب الخير. اما الدويلة الايام بيننا، يعني رانا فرينا مشاكلنا مع فرنسا، مع اسبانيا، مع دول الساحل. حبسنا التخلط باش نقعدوا لكم يا المراريك ينقطعوكم. اي والله. في تطور لافت أثار تفاعلا واسعا في وسائل الإعلام العربية خاصة المصرية، أعلن رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية عبد المجيد تبون رسميا الانطلاق في إنجاز مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء عبر أراضي النيجر، وهو المشروع الذي يربط بين نيجيريا والجزائر. هذا الإعلان لم يكن خطوة تقنية أو اقتصادية فحسب، بل حمل على أنه قرار سيادي استراتيجي يعيد رسم خريطة الطاقة في منطقة الساحل وشمال إفريقيا. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تعزز موقع الجزائر كمحور طاقوي رئيسي في القارة الإفريقية وحوض المتوسط. وقد اعتبر المشروع رسالة واضحة بأن الشراكات الإفريقية قادرة على تجسيد مصالحها بمشاريع ملموسة بعيدا عن الشعارات أو الرهانات الظرفية. فمشروع الأنبوب العابر للصحراء يجسد تعاونا طويل الأمد في مجال الطاقة، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية والاستقرار في منطقة تحتاج إلى مشاريع هيكلية كبرى. الإعلام المصري سلط الضوء على أبعاد القرار، مشيرا إلى أن الجزائر تتحرك بخطى ميدانية واتفاقات واقعية في وقت تشهد فيه المنطقة تنافسا متزايدا على ممرات الطاقة والنفوذ الإقليمي. ويؤكد خبراء أن مثل هذه المشاريع لا تقاس فقط بالأرقام والاستثمارات، بل بما تحمله من دلالات سياسية وجيوستراتيجية، خاصة في منطقة الساحل التي تمثل عمقا أمنيا واقتصاديا للجزائر. وبهذا القرار ترسخ الجزائر صورتها كقوة طاقوية موثوقة وشريك إفريقي فاعل يعتمد على الإنجاز والمشاريع الواقعية في تعزيز مكانته الإقليمية. كان معكم هذا التقرير، وإلى لقاء في تحليل جديد.